أطلقوا عليها اسم شوكولاتة السينما المصرية، وده بسبب جمالها الجذاب وشخصيتها المرحة. الفنانة شيري عادل. اسمها الحقيقي شيرين عادل حسن حمدي، ولها أخت أكبر وهي الإعلامية نيفين عادل. ومن صغرها كانت بتحب التمثيل، ولما كان عندها 5 سنين ظهرت على شاشة التلفزيون وقدمت تسجيلات للأطفال. في سنة 2013 اتلقت صدمة كبيرة لما والدها توفى، وبعدت عن الأضواء لفترة ورجعت تاني. ولما كان عندها 15 سنة قدمت فيلم أصحاب ولا بيزنس مع الفنان مصطفى قمر وهاني سلامة في 2001. وفي 2005 قدمت دور صغير في فيلم حمادة يلعب مع أحمد رزق وغادة عادل. وفي نفس السنة قدمت مسلسل المرسى والبحار مع الفنان يحيى الفخراني. وبعد كده قدمت مسلسل حياتي أنت وعفريت القرش بعد المداولة ومسلسل السندريلا. وبدأت أولى خطواتها في عالم الشهرة والأضواء بعد ما عرفها الجمهور من خلال دور الملكة ناريمان في المسلسل التاريخي الملك فاروق، وحصلت من خلاله على جايزة أفضل ممثلة واعدة من مهرجان الإعلام العربي في القاهرة. وفي نفس السنة شاركت شيري عادل في مسلسل يتربى في عزه مع الفنان يحيى الفخراني. وبعد كده رجعت للسينما تاني، وده من خلال فيلم خارج عن القانون مع كريم عبد العزيز وحسن حسني. وفي 2008 شاركت في فيلم كلاشينكوف ومسلسل كلمة حق ومسلسل ليلة تعالب وفيلم حسن ومرقص مع عادل إمام، واللي نالت عنه جايزة أوسكار السينما المصرية وجايزة أفضل وجه نسائي جديد من مهرجان اسكندرية الدولي. أما في سنة 2009 شاركت في مسلسل رجل على الطريق ومسلسل نساء لا تعرف الندم وفيلم أمير البحار. وفي 2010 شاركت في سيت كوم راجل وست ستات الجزء السادس ومسلسل شيخ العرب همام. وفي 2017 لعبت دور مهم في فيلم فين قلبي مع مصطفى قمر ويسرا اللوزي. وتعددت الأدوار الفنية للفنانة شيري عادل في السينما والتلفزيون، وبتقدم دايما أدوار ناجحة لمتابعيها وجمهورها.